ادي المحشي بتاعنا، ورق العنب والبتنجان والفلفل حلو جدا جدا معانا اهو ما شاء الله. وادي محشي الكوسه اللي عملناه في الفرن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نتسلى ونعمل شويه محشي احنا طبعا كلنا بنعرف نعمل محشي، بس احنا بس ايه هنعمل مع بعض كده ونشوف. لو عندكم حاجه جديده قولوا لي، لو عندي جديده هقول لكم، نفيد بعض مش اكتر. دلوقتي انا هعمل محشي كوسه وبتنجان، والفلفل ده كده اختياري للي بيحبه يعني. وهعمل معاكم ورق عنب. انا ما رضيتش اسلق ورق العنب، قلت نشوفه مع بعض هنعمله ازاي. طبعا انا ورق العنب ده كنت مفرزاه عندي في الفريزر، وقلت نشوف هنسلقه مع بعض ازاي. وادي الصلصه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، برضو حبيت اشارككم ونشوف هنعملها ازاي على البوتاجاز عشان نبقى ايه مع بعض خطوه خطوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالوا الاول نشوف هنسلق مع بعض ورق العنب ازاي. معانا ورق العنب ومعانا ليمون. تعالوا بقى نحط حله فيها ميه على البوتاجاز بتغلي ونشوف هنعمل فيها ايه. دلوقتي معانا دي الحله اللي فيها الميه على البوتاجاز بتغلي، ومعانا ليمونه. ادي الليمونه، هعصر الليمونه في الميه. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهسيبها فيها. ده ليه؟ ده للناس اللي بتحب الورق العنب يكون مزز معانا شويه. انا عصرت الليمونه، عايزه تحطي ليمونه ليمونتين على حسب المزازه اللي انتوا بتحبوها في ورق العنب. معانا نقطه زيت بسيطه، ونقطه الزيت دي ليه؟ عشان خاطر تسهل معايا الورق العنب يبقى معايا ناعم وانا بحشيه، فما يتعبنيش قوي. ادي ورق العنب اللي انا مفرزاه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ستريتش كنت مفرزاه فيه، واحنا بعد كده هنعرف طريقه تفريز ورق العنب. ادي شكله، انا مطلعاه بقالي شويه عشان لما ينزل في الميه، بس هو لسه في تلج، لسه ساقع. بس انا مطلعاه بقالي حاجه بسيطه بس على ما عملت الخلطه. ده ليه؟ عشان خاطر اعرف احطه في الميه، لما يتحط في الميه ما يبردش معايا. اهو هبتدي بقى احط. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كده كده بيهبط في الميه، فهحط الكميه كلها. بسم الله ما شاء الله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل ايه؟ ههدي النار عليه شويه عشان انا عايزه ورق العنب يستوي معايا. هو بيبقى مستوي نص سوا من التلج، بس ده مش معناه ان انا اغير لونه واطلعه. ليه؟ لان انا لو غير لونه وطلعه هيبقى لسه ما خدش السوا بتاعه الصح، فهيجي بعد ما احشيه بقى واسويه كده هلاقي الورقه بتاعتها مجلده معايا. فانا لازم اسيب ورق العنب ياخد سوا صح برضه. هسيبه شويه على الجنب ده وشويه على الجنب التاني. اهو معاكم اهو، خطوه بخطوه. دقيقه بس. طبعا انا مهديه النار عليه، النار مش عاليه قوي وفي نفس الوقت مش واطيه قوي يعني. انا برضو من وقت للتاني بفتح الورقه من بعضها كده عشان الميه السخنه تخش، فيبقى كله سوا واحد. الميه تخش بينه وبين بعضه كده زي ما احنا شايفين كده. بصوا لسه في ورق جوه اخضر اهو، فاحنا كل شويه برضو ايه بالمعلقه كده عشان خاطر الميه تخش فيه كله فيبقى سوا واحد. هقلبه كمان مره. انا مش عايزه هريه برضو، مش عايزه هريه، فنبقى حذرين في التسويه بتاعته شويه. امتى بقى احس ان هو استوى؟ لما امسك الورقه واجي كده احس ان هي يعني مش طريه معايا قوي، وفي نفس الوقت يعني طريت اهي برضو بس مش مهريه ومش مجلده. بصوا انا بقطعها بتتقطع بسهوله ازاي. هي دقيقه واحده وهطلعه معاكم خالص. دلوقتي بعد ما اتاكدت ان الورق العنب بتاعي استوى معايا سوا صح، هعمل ايه؟ لازم اوقف عمليه التسويه بتاعته. يعني ايه؟ يعني هطلعه من الميه السخنه دي، يا اما اغسله تحت الحنفيه يا اما احطه في ميه ساقعه على طول زي اللي انا جايباها دي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وبعدين هنشيل بقى الحله دي ونجيب معانا الصلصه ونشوف هنعمل ايه في الصلصه معانا. دلوقتي بقى هنعمل الصلصه معاكم. احنا عندنا شويه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. احنا كده كده الزيت ده هنستعمله في المحشي برضو، فعادي يعني الكميه ممكن نقسم كميه كده والكميه التانيه نحطها سمنه، او لو عايزين نحط الكميه كلها زيت براحتنا مش هتفرق. ودي الصلصه اللي احنا عملناها مع بعض اهو. هناخد منها نحط هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. على حسب الكميه اللي انا عاملاها في المحشي. عامله كميه كتيره هزود، كميه قليله يعني براحتي. بحب الطماطم كتير هزود، بحب يعني براحتي اللي انا عايزاه. انا شايفه ان الكميه دي كويسه جدا. طيب هعمل ايه بقى كمان؟ هحط معاها شويه ملح. انا هحط الملح بتاع المحشي بتاعي هنا فيها، يعني هظبط المحشي بالملح اللي انا هحطه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرده لو حسيت ان بعد كده كميه الملح اللي انا حطيتها شويه هبقى ازود عادي مفيش مشكله. يعني انا اعمل حسابي ان الكميه دي هي اللي هتبقى في الخلطه بتاعت المحشي كلها. برده كمان هعمل ايه؟
هحط معاها حاجه سنه فلفل بسيطه. طب انا بعمل هنا كده ليه؟ على فكره الحاجات اللي انا بحطها مع الصلصه دي بتديها بتحمر الصلصه معايا كمان اكتر، يعني بتخليها لونها احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي. الزيت والملح والفلفل الاسود بيدوها لون يعني لون احمر عن كده كمان شويه. هنشوفها لما تخلص مع يعني تغلي مع بعضها غلوتين كده ونشوف شكلها معانا بقى ايه. وده يا جماعه ما شاء الله شكل الصلصه. انا ما سبكتش تاني، انا مش كتر تسبيك، انا بس مجرد ان انا حطيت عليها الزيت والملح والفلفل ان هما بصوا يا دوبك ما كملتش والله 5 دقايق على البوتاجاز. بصوا شكلها بس، دي هتفرق جدا في الخلطه بتاعه المحشي معانا دلوقتي. تعالوا بقى نشوف احنا معانا ايه للمحشي. اول حاجه هنجيب بوله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هحط الرز معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الرز معايا. ايه كمان معايا؟ خضره. الخضره دي عباره عن شبت وبقدونس وكزبره. ده معايا بصل برضو، كميه البصل دي براحتنا. طيب معايا ايه كمان؟ معايا فلفل. بصوا يا جماعه، انا لما جيت قورت الفلفل بتاعي، لما جيت قورت الفلفل، بصوا الفلفل، بصوا دي الراس بتاعته، فانا قطعت الحته بس اللي هي الطويله هنا. لكن لما جيت بقى هحشي بقطع من الحته الرفيعه، لان احنا دايما بنقطع من فوق ونحشي من تحت، فبنيجي نحشي من الرفيعه بتتخرم مننا. لكن انا عايزه احشي الحته التخينه على قد ما اقدر في الفلفل، فبقطع الحته اللي فوق وما برميهاش. الحته دي هو ده الفلفل اللي انا قطعته في المحشي هنا، اللي انا قطعته. خلاص كده تمام. طيب ادي معايا الفلفل كله معايا بالشكل ده، قطع الحته اللي تحت وسايب الراس التخينه اللي فوق اهوت. هنشوف هنكمل معانا. انا حطيت خضره وحطيت بصل وحطيت الرز كمان. هحط التوابل بتاعتي. التوابل دي عباره عن ايه؟ معايا شويه فلفل اسود، مش عايزاه كله لان انا حطيت في الصلصه ما تكتريش. معايا شويه شطه، معايا شويه كزبره، معايا شويه بهارات محشي، ولو مفيش مشكله، وشويه كمون. اللي عايز يحط ملح وفلفل وكمون بس برضو ما فيش فيها اي مشاكل. الطعم ده بتاعنا على حسب الرغبه. بسم الله ما شاء الله. هنحط الحاجات بتاعتنا ايه. بعدين معانا ايه كمان؟ معانا دي معلقه سمنه، دي سمنه بلدي. اللي ما عندوش، احنا مش هنقف في المطبخ على اي حاجه، احنا هنشتغل على حسب الامكانيات اللي عندنا. انا طبعا حاطه شويه زيت في الصلصه، فعلى حسب الكميه هحط السمنه بتاعتي. بسم الله ما شاء الله اهو كفايه. عايزين نزود، بنحبه دسم نزود على حسب الشوربه اللي عندنا، كل واحد وحريته. وادي الصلصه اللي معانا، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطها. انا طبعا عامله كميه الصلصه على حسب كميه الخلطه اللي انا هعملها، يعني ما تزوديش وما تقلليش. هنقلبها مع بعض. طب ايه اللي انت حاطاه ورا ده؟ انا معايا نعناع، بس انا مش هحط النعناع دلوقتي على الخلطه لسبب. انا عامله دلوقتي كوسه، عامله كوسه وعامله بتنجان وعامله فلفل، وطبعا ورق العنب اللي سلقناه مع بعض. ماشي. ورق العنب بيحب النعناع، البتنجان بيحب النعناع، الفلفل عادي ممكن احطه ممكن ما احطش. لكن عندي الكوسه مش هحط فيها نعناع. بالاخص الطريقه اللي انتوا هتشوفوني بيها انا هعملها في الفرن وهسقيها معاكم النهارده. هنشوف لما نيجي نشرب الكوسه هنشربها ايه، مش على قد الشوربه. فانا مش هحط نعناع في الكوسه. انا هقلب الخلطه بتاعتي كلها معاكم، وبعدين هاخد منها شويه احشي بيهم الكوسه، وبعدين نشوف هنكمل مع بعض هنعمل ايه. دي شكل الخلطه بعد ما قلبناها. وعلى فكره انا نسيت اعلق ان البصل انا حاطاه ني. جربوا تحطوا البصل في المحشي ني، والله ما هتتعبوا في اكله خالص خالص خالص، وطعمه جميل جدا جدا، احلى من اللي نشوحه يعني على البوتاجاز او كده. والله بسم الله ما شاء الله ريحته جميله. فجربوا بطريقتي دي ومش هتندموا ابدا. دلوقتي انا عملت الخلطه كلها مع بعضها. هاخد شويه بقى اللي يكفوني ان انا احشي بيهم الكوسه، بسم الله الرحمن الرحيم. والباقي هعمل فيه ايه؟ الباقي هحط عليه النعناع. انا لو عندي نعناع اخضر هحطه، لو عندي نعناع ناشف زي اللي عندي هحطه. مفيش حاجه في المطبخ يا جماعه توقفنا، اللي عندنا نتعامل بيه. ادي دلوقتي عندنا عود النعناع اهو ناشف، هحطه في بوله تانية. تعالوا بقى نحشي مع بعض الكوسه الاول. هجيب الكوسه وهحشيها. وعلى فكره لازم الخلطه لما نيجي نحشي الكوسه دوق الملح بتاعها. يعني الكوسه بتحب يكون الملح زياده شويه لان هي بتبقى عذبه. ده لو هنعملها في الحله. هنعملها في الفرن لا، درجه الحراره يعني اي حاجه بنسويها في الفرن بتبقى ملحها يعلى شويه، فمش شرط. هظبط الخلطه عادي. دلوقتي هنحشي بقى الكوسه مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم.
مش هنملاها قوي. اي حاجه بنحشيها ما بنملاهاش قوي. ليه؟ لسبب، لان كده كده الرز بتاعنا بيزيد، فانا لما بملى الحاجه قوي تمام بتستوي معايا وبتطرد الرز بره. فانا دايما لما اجي احشي كوسه او ورق او بتنجان او فلفل او حاجه، لازم يبقى عندي قيمه عقله صباع كده فاضيه، قيمه عقله صباع كده فاضيه. دلوقتي انا هحشي وهرص معاكم في الصينيه اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنرجع نشوف شكلها ايه. دلوقتي انا خلصت حشو الكوسه كلها، وهنرصها مع بعض في الصينيه باي شكل. هنرص الكوسه بتاعتنا باي شكل في الصينيه. خلاص كده. دي بقى هنسيبها على جنب، وهنشوف طريقه التسويه بس المحشي كله مع بعضه. بسم الله ما شاء الله. بصوا الصينيه يا جماعه، هنسيبها بقى على جنب ونحشي بقيه المحشي، وعند التسويه هنشوف هنحط عليها ايه. ادي بقى بقيه الخلطه معايا، وادي البتنجان اللي معايا والفلفل، بقيه الحاجه اللي معايا هحشيها، وده ورق العنب. بس احنا بقى ايه، هنمشي خطوه خطوه. دلوقتي هنحشي اول حاجه. انا هعمل الحله دي، هعمل فيها يعني البتنجان وورق العنب. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ هحشي البتنجان. بس انا معايا هنا، انا كان معايا هنا كان بصل تقطع شرايح كده، فهحطه في الحله من تحت. وده ليمون، ده ليمون عشان ورق العنب. هنشوف هنحطه. انا ممكن برضه احط شريحتين تحت ورق العنب، مفيش مشكله. وده فلفل برضه من اللي انا مقطعاه، ما جبتش فلفل تاني، انا قطعت الديل اللي هو ديل الفلفل كده، خدته وقطعت منه على الخلطه. وبرضه كان معايا باقي كده فقطعته، قلت استفاد بيه في ارضيه الحله يعني، كأرضية للحلة تدي بس ريحة. مش مفيش برضو مفيش مشكلة، هنحشي على طول، هنحشي على طول. طيب هعمل ايه؟ انا بقى هوقف، هحشي البتنجان واحطه على جنب كده في الحلة ونشوف. تيجي نحشي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلص الكمية كلها ونرجع نشوف عملنا ايه. كده يا حبايبي احنا عملنا البتنجان اللي معانا، حطيناه في جنب واحد من الحلة اهو. وانا منيماه كده ليه؟ علشان اعرف احط جنبه هنا ورق العنب، عشان انا ممكن اسيبه عادي بس هيقع مني ويضايقني، فهخلص واوقفه عادي. طيب انا حاطه تحته طبق وموقفاه كده. ده الفلفل حشيته بس ما رضيتش اوقفه جنبه عشان ما ياخدش مساحه من الحله جامد. فهنشوف بعد ما نخلص هنحطه ازاي. ودلوقتي هنبتدي بقى نحشي في ورق العنب اللي احنا سلقناه مع بعض. بصوا يا جماعه، كل واحد بيحشي بطريقته، وكل واحد بيحب يعني بيسلك بطريقه معينه. في ناس بتعمل على مكن، في ناس بتعمل على ايديها كده، انا ما بعرفش اعمل الطريقه دي. بصوا، وفي ناس بتحط، هنسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ورق العنب بيحب الرز الزياده عشان ما ينشفش، فبيروحوا عاملين ايه بقى؟ يروحوا جايبين الجنب ده على الجنب ده، يقفلوها خالص كده ويبتدوا يعني، بصوا اهي، الجنب ده على الجنب ده، ويبتدوا يضموا دي اهي، ويلفوها بقى بايديهم كده. الصابع ده بيدوس عليها، والصابع ده بيلف، الصابع ده يدوس والصابع ده بيلف، فتقوم تطلع المحشيه معانا كده. الطريقه دي مقفوله من هنا ومن هنا وكلها كده. طبعا دي مش قله لف، دي الورقه نفسها مقطوعه، بس عادي مفيش اي مشكله، بتدبل بعد كده زي كده. وفي، انا ما بحبش المحشي المقفول، انا ما بحبش ورق العنب المقفول. انا لما المحشي بيدخل له شوربه بصراحه بيبقى اطعم. فدي ورقه كبيره معايا، فانا هقطع الورقه دي 2 كده ماشي اهو. هجيب بقى الحته العريضه اللي فوق دي واروح حاطه فيها المحشي. بصوا، انا ممكن الم سنه بسيطه من هنا، ما لميتهاش مفيش مشكله، وبضم دي. ونفس الطريقه، الصابع ده بيدوس والصابع ده بيلف. ولما احس ان في اي زيادات هنا كده بلمها على الورقه وماشيه، واحده بتلف واحده بتلف واحده بتلف واحده بتدوس، فبتبقى المحشيه ما شاء الله جميله زي كده. دلوقتي يا حبايبي احنا خلصنا لف حله المحشي معاكم اهي. بسم الله ما شاء الله. حطينا البتنجان ورق العنب والفلفل اللي احنا حشيناه معانا اهو كمان في الحله، وادي الكوسه اللي احنا حشيناها برده مع بعض. وخلي بالكم انا حطيتها رق واحد عشان انا هدخلها الفرن، فلازم تبقى كلها في كده يعني. لو معاكم اكتر زودوا الصينيه. بس كده بقى هنجيب الشوربه معانا ونشرب المحشي ونشوف هنحط ازاي الشوربه بتاعتنا عليه. احنا كمان معانا قرن فلفل كمان اهوت، هحطه هنا مفيش مشكله.
وهنشرب المحشي دلوقتي معانا وهنسويه، وهنشوف الاول الشوربه هنحطها بكميات ايه وهنحط ايه معانا على الكوسه اللي هنحطها في الفرن، وبعدين نرجع تاني. دلوقتي بقى يا حبايبي تعالوا نحط الشوربه للكوسه عشان ندخلها الفرن. انا معايا ايه هنا؟ معايا دي كوبايه لبن، كوبايه او نص. هي انا قصد الكوسه النهارده نغير من طريقتها شويه في الفرن، مفيش ممكن نحط لها شوربه بس مفيش اي مشكله. انا دلوقتي هحط عليها كوبايه اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. نخليها مغذيه شويه بس مش اكتر، لان الاطفال كتير ما بياكلوش الكوسه، في ناس كتير ما بتحبهاش مش الاطفال بس، فاحنا عايزين نخليها مغذيه شويه. وهحط على اللبن، هكمل بقى شربتي عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، هدخلها بقى الفرن. دلوقتي انا حطيت الكوسه، حطيتها في الفرن من تحت وعلى نار عاليه جدا، لغايه بس ما تبتدي تاخد وتدي في الفرن، يعني تغلي مع نفسها، وبعدين هبتدي اوطي الفرن واحده واحده. انا عندي بقى المحشي اللي احنا حاشينه مع بعض، ورق العنب والبتنجان والفلفل، هحط لهم. انا معايا نص ليمونه اللي كانت معايا من الاول. انا هحط الشوربه الاول. ورق العنب بيحتاج شوربه كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. والبتنجان نفس الطريقه. دلوقتي هنهز الحله كده. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان الشوربه تنزل. شايفين يا جماعه الشوربه؟ انا في العادي ما بزودش شوربه اي حاجه كده، بس انا في ورق العنب بزوده الشوربه دي. ليه؟ عشان يبقى يستوي، يبقى طري معانا كده. بصوا بقى، نص الليمونه اللي معايا، الناس اللي بتحب ورق العنب يبقى مزز، هروح جايه عصراها كده. بسم الله الرحمن الرحيم على ورق العنب، دي هتديله مزازه. ولو عايزه اسيب الليمونه عليها هسيب، بس انا هكتفي كده يعني بالليمونه النهارده. وهنحطه بقى على البوتاجاز لغايه ما يغلي يقلب معانا، وبعدين نبتدي نهدي عليه وهنرجع تاني ونشوف شكله ايه. المحشي معانا شغال على البوتاجاز اهو. بسم الله ما شاء الله، لسه بيقلب. انا لسه معليه على فكره، لسه طول ما هو في شوربه كده افضل معليه ما اوطيش. بسم الله ما شاء الله. ده شكل صينيه الكوسه لما طلعت معايا من الفرن، شكلها جميل جدا. طبعا هي مش ملسعه ولا اي حاجه، احنا فاكرين ان احنا حطينا عليها لبن. اللبن لما غلي مع الشوربه وصل لهنا كده مفيش مشكله. لما شغلت الشوايه فبس هي غمقت. طبعا دي تحت الميه شويه، خلاص الموضوع انتهى. تعالوا بقى نشوف تسويه الكوسه ازاي طالعه ما شاء الله مستويه صح. يعني نجيب معلقه كده، هي لسه سخنه طبعا فانا مش عايزه اهريها، لان انتوا عارفين ان الكوسه يعني بصوا ما شاء الله مستويه. انا ما حطيتش نقطه شوربه تاني اكتر من اللي احنا شفناها مع بعض. بصوا يا جماعه ازاي الرز جوه مستوي جدا والله. بصوا ما شاء الله مستوي حلو قوي قوي يعني. وشوفوا ازاي الكوسه طريه جدا ما شاء الله. انتوا عارفين ان الكوسه ما بتاخدش سوا، بس كان لازم ازود كميه الشوربه لانها في الفرن. الفرن بيبقى غير طبعا دي اللي عليها من اللبن، وانا ما حطيتش القشطه، هي دي مجرد اللبن بس. اللي عايز يحط القشطه برضو هتدي نفس النتيجه، هي بس هتدي طعم جوه الكوسه مش اكتر. يا جماعه على فكره، انا لما شفت دي لا تفكروا ان هي كلها لازقه. بسم الله ما شاء الله، الواحده بوحدتها. انا اللي كنت بشيل براحتي قوي لانها لسه طالعه من الفرن وانا مش عايزه اهريها اهي. بس لكن بصوا، لا محروقه ولا ملزوقه ولا اي حاجه خالص، وما شاء الله ما شاء الله جميله جدا بجد. نفسي كنتوا كلكم تبقوا موجودين معايا وتدوقوا طعمها. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. تعالوا نشوف بقيه المحشي. ادي ما شاء الله حله المحشي اللي استوت معانا. شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. ادي ورق العنب اهو، وادي البتنجان اهو. ادي المحشي بتاعنا، ورق العنب والبتنجان والفلفل حلو جدا جدا معانا اهو ما شاء الله. وادي محشي الكوسه اللي عملناه في الفرن. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، واكون قدرت اوصل لكم يعني طريقتي، وطريقتي تكون مفهومه معاكم والمعلومات واصله. لو اول مره تشوفوني تابعوني على قناه حير الطبخ. اتفضلوا معانا بقى.